عارفين الخرا البيبي؟ هو ده اللي لعيبه الاهلي النهارده كانت بتعمله، وعلى راسهم طبعا المدرب. يعني المدرب دوت، انا من ايام ماتشات كاس العالم للانديه انا بقول مدرب ما عندوش فكره. مدرب انجازه الوحيد انه غلب الاهلي في القاهره. يعني ده الانجاز الوحيد اللي هو عمله. لا خد دوري جنوب افريقيا ولا خد دوري ابطال افريقيا وطلع من التصفيات وعادي. ايه التشكيل البيبي ده؟ يعني قفشه والله العظيم. هو الراجل بيقول لنا احنا كاهلاويه انا مبطل كوره. يعني انا مبطل كوره، منزله بيعمل ايه؟ حد كده يجيب لي في التعليقات، حد يكتب لي يقول لي قفشه عامل كام باص سليم. قفشه دوره كان ايه النهارده في الماتش؟ ولا الهوا ولا الدموع. بن شرقي منزله في اخر ربع ساعه. عندك اليو ديانج بره اللي لما نزل فضح خط الوسط بتاعك. يعني لما لعب معانا في كاس العالم للانديه الماتش الوحيد اللي لعبه فضحك وعرفك ان انت ما عندكش خط وسط. ان انت كنت بتلعب اصلا الموسم اللي فات كله من يوم ما ديانج مشي من غير خط وسط. فانت تقعده دكه، ما تلعبهوش. عشان تلعب مين؟ عشان تلعب احمد رضا وتلعب قفشه. لازم نفتي في التشكيل. عندك مصطفى العش. طب مصطفى العش الموسم اللي فات ما كنتش بتلعبه عشان مش بتاعك. طب ولما بقى بتاعك ما بتلعبوش برضه. وتلعب لي ياسين مرعي باين ولا ما اعرفش اسمه ايه. محمد شكري ماشي مش هنقيمه. طيب واحد زي جراديشار منزله برضه في الدقيقه 70 ليه؟ ما بتلعبش ببن شرقي وتريزيجيه ليه؟ ليه تغييراتك كلها غلط؟ ليه اللعيبه مش على عدلتها؟ المهم بس تكون اللعيبه اتبسطت في الساحل ويكون كله تراضى. تمام. ومش مهم جمهور الاهلي اللي قاعد مستني بقاله شهرين ان هو يشوف الاهلي بيلعب ان هو يتحرق دمه النهارده. هو ده بس اللي انتوا عايزينه، وهو ده اللي احنا بناخده منكم، وهو ده اللي احنا بناخده من الاداره ومن المدربين الكسر اللي بيقرفونا بيهم. هنعمل حلقه تانية بقى نتكلم فيها في الماتش كله بس بعدين.